السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جاية ادردش معاكم النهاردة في حاجة ظاهرة ابتدت تنتشر، ظاهرة غريبة ابتدت تنتشر ما بين اولادنا، وخصوصا ما بين الاولاد اللي هم الصغيرين، اللي هي في ابتدائي وطالعين اعدادي والكلام ده كله، اللي هو تلاقي بنت وقفت تتكلم مع الولد والكلام ده كله، بدون ما يكون في حواجز. بيتكلموا مع بعض في كل حاجة، بيتكلموا مع بعض في حاجات تنفع يتكلموا فيها وحاجات ما ينفعش يتكلموا فيها. حاجات المفروض مثلا اللي احنا اتربينا عليه، الحاجات دي ما تنفعش. بس انا عايزة برضه اقول حاجة، اللي احنا اتربينا عليه واللي ربنا اولادنا عليه وهنربي احفادنا ان شاء الله عليه، الحاجات دي ما بتتجزأش. مش حتة لا انتوا دقة قديمة، انتوا جيل قديم او الكلام ده كله. الصح هيفضل صح لحد لما القيامة تقوم، والغلط هيفضل غلط برضه لحد ما القيامة تقوم. اوكي، احنا عارفين ان في دلوقتي الاولاد والبنات بيختلطوا مع بعض في مدارس، في دراسة، في شغل، في عمل، الكلام ده كله. دول اللي هم الكبار، اللي هم خلاص فاهمين يقولوا ايه وما يقولوش ايه. لكن انا النهارده جايه اتكلم عن فئة بقى معينة، الفئة اللي هي المرحلة الابتدائية، اللي هم الاولاد الصغيرين، سن 10 لحد سن 15 سنة كده. المرحلة دي بجد أنا عايزة أقول للأهالي كده في جرس إنذار، لازم البيوت كلها تعمل الجرس ده ستوب. لازم كده نجيب أولادنا ونجيب بناتنا كده ونقعد معاهم ونشوف إيه دنيتهم. يعني ما يبقاش الأب والأم عمالين شغالين ليل ونهار علشان يوفروا لأولادهم الحياة السعيدة، الحياة الكريمة، الحياة اللي مبقاش ناقصها أي حاجة، وفي المقابل الاقي ان الولد بيسلك سلوك مش كويس، او ان البنت بتسلك سلوك مش كويس. وحته انا واثقه في ابني، انا واثقه في بنتي. كلنا واثقين في اولادنا وكلنا واثقين في بناتنا وكل حاجه. طبعا جميل ان انت واثق في ابنك او واثق في بنتك والكلام ده كله، بس انت واثق في الناس اللي حواليهم، في الاولاد اللي بيتعاملوا معاهم. يعني انت واثق ان دي نفس البيئه بتاعت ابنك او بنتك، نفس البيئه بتاعت الاولاد التانيين، نفس التربيه هي نفس تربيه الاولاد التانيين. الصح والغلط اللي انت بتربي ابنك او بنتك عليه هو نفس الصح والغلط اللي كل البيوت بتربي اولادها عليه. انا هنا بطلب من الاهالي، صاحبوا اولادكم، صاحبوا اولادكم، صاحبوا اولادكم. خليهم يجوا يحكوا لكم عن كل حاجه، يقول لكم ايه اللي عملوه، ايه اللي قالوه، الصح والغلط، ما يخبوش عنكم حاجه. ومعلش انا عارفه ان الحياه بقت صعبه والحياه محتاجه فلوس كتير عشان نقدر نعيش اولادنا ونوفر لهم احتياجاتهم. بس لو اللي قدامك انك تجيب فلوس وانك تقعد مع ابنك او بنتك ومش هتوفر له كل حاجه وتقعد معاه وتعرف كل حاجه عنه، فطبعا انت هتختار ابنك وبنتك. لازم نقعد معاهم، ولازم من وقت للتاني كده نروح نسأل اولادنا عاملين ايه، بناتنا عاملين ايه، ايه اللي حصل، ايه اللي جرى، وهكذا. لازم تعرفوا السن ده هو من سن 10 ل 15 سنه. لازم تعرف اولاد اصحاب اولادكم مين دول، مين ابوهم، مين امهم، مين البيئه اللي هم عايشين فيها. طب مش كده وبس، الاولاد دول دراسيا ايه، اجتماعيا ايه، ثقافيا، دينيا. احنا زمان لما اولادنا كانوا صغيرين كنا بنجيب شيخ يجي يحفظ اولادنا في القرآن، يحفظ اولادنا القرآن في البيت وهكذا. يا ترى انتوا بتعملوا كده؟ اكيد انتوا بتعملوا كده، وبتعملوا حاجات كمان اكتر ما احنا كنا بنعملها زمان مع اولادنا. بس ما دام تعبتوا، ولادكم دول الثمره بتاعت تعبكم، ثمره حياتك كلها. فما دام تعبت، راعي الثمره بتاعتك صح، تابعها، شوفها في المدرسه، شوفها في دروسها، خصص وقت ليها، ما تسيبهاش كده. وما تقوليش انا مربي بنتي احسن تربيه، انا بنتي بنت راجل، انا ابني راجل وما يعملش حاجه غلط. انت بتسيبه وسط بيئات مختلفة. السن ده محتاج متابعة ومصاحبة أكتر من أي وقت تاني. أنا مجرد ما بوصل لل 18 و 19 سنة، أنا ابني حقيقي خلاص ابتدى يميز ما بين الصح والغلط والحلال والحرام. لكن من 10 ل 15 سنة دهيت، ده اللي هو بنسميه سن المراهقة، ده اللي هتبتدي بقى تتشكل فيها شخصيته. عارف ايه الصح، ايه اللي يتقال، ايه الحلال، ايه الحرام، إيه اللي ما يتقالش، ايه اللي ما يصحش اعمله او إيه اللي ما يصحش اقوله، وهكذا. فيا ريت من فضلكم اولياء الامور، الاهالي، من فضلكم خلوا بالكم من اولادكم. المرحلة دي مرحلة خطيرة جدا.
ما تبقاش انت تعبان وبتعمل المستحيل وفي الاخر انت بتضيع الثمرة اللي انت تعبان عشان خاطرها. حاول نعمل موازنة ما بين ده وما بين ده. ولو جت ان انا اوفر حياة كريمة بفلوس كتير قدام مصلحة ابني، فطبعا تغور الفلوس الكتير قدام مصلحة ابني، ما التعب ده عشان خاطر ابني. فلو سمحتوا نستنبه كده لأولادنا شوية، لو سمحتوا نبص على أصحابهم، لو سمحتوا نروح نسأل عليهم في المدارس. شغلك مش أهم من مدرسة ابنك أو من ابنك ذات نفسه هو في المدرسة. ولما تيجي تقعد مع المدرس أو الأخصائي صدقوا لما يجي يقولك ابنك قال كذا أو ابنك عمل كذا أو بنتك قالت أو عملت، صدقهم. دول في الأول وفي الآخر ده بيتكلموا معاك لمصلحة ابنك. المدرس ده لمصلحة ابنك، الأخصائي الاجتماعي ده لمصلحة ابنك. انت زي ما انت شايف ان ابنك ده بالنسبة لك الثمرة بتاعت جهدك وتعبك، المدرس والأخصائي برضو باصين لابنك كده ان ده ثمرة تعبهم. ده اللي هيتحاسبوا عليه، مش هيتحاسبوا عليه كشغل، هيتحاسبوا عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. انا الاب ده او الام دي سابولي ابنهم امانة، فانا لازم احافظ على الامانة. فبلاش تيجوا بحتة لا ده انتوا بتغلطوا في ابني او بنتي ما قالوش لا. عشان المدرسة تعمل حاجة زي كده فصدقني ابنك او بنتك بيبقى صدر منهم الحاجة دي. وياما المواقف دي كتير حصلت، وياما اهلي لما جم اتفاجئوا حقيقي ان اولادهم عملوا وقالوا الكلام ده. من اللي غلطان؟ حضرتك وحضرتك ولي الامر، الام والاب، ان انتوا ما نبهتوش اولادكم، ان انكم ما تبعتوش اولادكم، ان انتوا انشغلتوا في ان احنا نوفر لاولادنا كل احتياجاتهم بس ما اهتمناش باولادهم. فبنقول تاني من فضلكم لو سمحتوا خلوا بالكم من اولادكم، صاحبوا اولادكم، اسمعوهم على قد اللي ما لا نهايه تقدروا. ودايما خليكم الدليل بتاعهم، اللي نعمل كذا وما نعملش كذا ونقول كذا وما نقولش كذا. واغرزوا فيهم دايما ان احنا نخاف من ربنا، ان احنا ما نعملش كذا عشان ربنا ما يغضبش علينا، عشان ربنا ما كده مش هيحبنا. اغرزوا فيهم دايما الحكايه دهيت. وربنا يا رب يحمي اولادنا جميعا، وان شاء الله ان شاء الله تبقى ثمرة الخير لنا كلنا. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. دي كانت دردشة بسيطة كده اهوت، بما ان احنا خلاص داخلين على المدارس، وبما ان احنا داخلين بقى على ان احنا نشوف كل الاولاد وان احنا هنتعامل مع كل الاولاد. وبامانه والله اولادكم امانه في رقبتنا، واحنا ان شاء الله قد الامانه، بس الامانه دي بيننا وبينكم مش علينا احنا بس. فياريت كلنا نتشارك مع بعض في ان احنا نحافظ على الامانه دهيت عشان نوصل كلنا بيها لبر الامان. شكرا يا حبايبي، سلام عليكم.